سيف فاروق جعفر بيرجع من تاني لنادي الزمالك بعد طبعا ما باعنا في يوم من الايام، سابنا وراح بيراميدز وقت ان الزمالك كان محتاج كل ولاده جنبه، ولكن هو خلع ومشي علشان يشوف مصلحته في حته تانيه. ففعلا راح بيراميدز وشاف مصلحته في حته تانيه، لكن شاف مصلحته ماليا، لكن فنيا كان قاعد على دكه الاحتياطي بيخلي الليمون ولفت. حد يا عيني ما زهق من القعده فلقى الزمالك بدا انه يستقر. هو بقى عرض على الزمالك انه يرجع، او الزمالك كلمته واتفاوضت معاه عشان يرجع، ايا كان السبب، لكن رجع من تاني عادي جدا لنادي الزمالك. وانا هنا بتكلم على رجوع سيف جعفر، ما بتكلمش فنيا، لان فنيا سيف لعيب موهوب جدا، لعيب هيفيد الزمالك بشكل كبير، ولكن انا هنا بتكلم على طريقه خروج سيف ورجوعه مره تانيه. احنا كنادي الزمالك اسمنا نادي الزمالك للكرامه. حاليا خلاص صفقه سيف جعفر بقت واقع ملموس داخل نادي الزمالك. او النحنحه بقى انك ترجع من تاني علشان تكسب ود جمهور الزمالك، ده بالنسبه لي انا كزملكاوي ما يمشيش معايا. انت كلاعب هتيجي تاخد اجر وفلوس علشان تأدي وتجيب لي بطولات، ولكن بقى لو هنيجي نتكلم على لاعب سابني في وقت صعب، فسيف جعفر ما يرجعش نادي الزمالك من تاني. دينا شفنا رمضان اللي بيبيع الاهلي لحد دلوقتي بيندم على اليوم ده، عاوز يرجع من تاني النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي قافل بابه. وزي مصطفى محمد ما قال في يوم من الايام، جمهور الزمالك طيب وبينسى، وكفايه عظمه لحد كده.